وانا قاعد مع معادي كده على القهوه اول امبارح بالليل على الساعه 6:30 كده تقريبا، لقيت لك ايه، طلع قرار على الشاشه كده عاجل. البنك المركزي يقرر خفض الفايده 1%. اما عادل طبعا والناس اللي على القهوه اندهشت، قال لك ايه ده، للمره الثانيه كده على التوالي كده البنك المركزي المصري ينزل فايده؟ مش لسه كان منزل فايده 2.25%؟ مع ان احنا كنا قبلها كده كنا لسه متناقشين كده مع الناس اللي على القهوه كده وزبايننا ومع حضراتكم، وقلنا ايه، قلنا ان احنا بنتوقع ان الفايده هتقل من 1 ل 2%. المهم الناس على القهوه قالت لك طيب معنى الكلام ده ايه؟ يعني معنى ان البنك المركزي المصري ينزل الفايده ده معناه ايه؟ معناه مثلا ايه تاثيره على سعر الدولار؟ ايه تأثيره على الشهادات اللي موجودة دلوقتي والناس اللي عاملة شهادات؟ ايه تأثيره على البورصة والفايدة على أذون الخزانة والاقتصاد المصري بشكل عام؟ كلام مهم كده هندردش فيه مع بعض كده على القهوة. هات كوباية الشاي بتاعتك ويلا بينا مع بعض بعد الفاصل. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برحب بيكم في برنامج قهوه الاقتصاد، وانا معاكم محمد العسال بقدم البرنامج. هدفنا ان احنا نقدم كل المعلومات الماليه بطريقه بسيطه جدا، كنا قاعدين مع بعض بنشرب كوبايتين شاي على القهوه بلدي. فاول مره تشوفنا في القناه او تتابعنا، استاذنك تعمل لنا اشتراك في القناه وتدوس علامه الجرس كده، لان كل فيديو بنعمله يجي لك بيه ايه، اشعار او نوتيفيكيشن. طب يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يوم الخميس 22/5/2025 البنك المركزي المصري يقرر ان هو يخفض الفايده 1%، ودي المرة التانية على التوالي بعد ما هو ايه خفضها 2.25% في الاجتماع بتاع ابريل. وهنلاقي ان دي اول مرة البنك المركزي المصري ينزل فيها سعر الفايدة من سنة كام؟ 2019، عشان يوصل عائد على الايداع والاقراض 24% و25%، بعد ما كانت 27.4%. فانت بتتكلم ان في ايه 3.4% نزلوا خلال الفترة اللي فاتت. يمكن احنا كنا نتوقع ان هو ينزل من 1 ل 2% في الفيديو اللي هتلاقوه في الوصف، او يعني هتلاقوه موجود هنا كده. وفي كمان على الفيديو دوت كومنتات بقى كتير، ناس قالت لك لا 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 ده هيثبت تاني، لا لا انت رايك غلط، لا 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 الكلام ده كله. طبعا انا ولا منجم ولا حاجه، ولا انا فاهم اقتصاد ولا الكلام ده كله. انا كل الفكره ان انا ايه، بحاول اقرا اللي بين السطور، يعني بحاول اقرا كل الاخبار اللي بتطلع، بقرا كويس بيان البنك المركزي، بسمع كل تصريحات المسؤولين والخبراء، برامج التوك شو، كل دوت عشان خاطر اقدر اكون معلومه وافهم المشهد، فحاول اوصله لك كده بطريقه بسيطه جدا. اما جميل القهوجي هو لسه بينزل لي ايه الشاي الكشري بتاعي كده، شاي براد كده بالنعناع، امسى اني هو ليه البنك المركزي المصري نزل سعر الفايده، مع ان عم جمال نفسه كان شايف ان هو المفروض يثبتها. يعني كتير قوي ان هو ينزل مرتين ورا بعض. يمكن في 3 عوامل البنك المركزي نزل سعر الفايده، وده يمكن ذكرهم في البيان. واول حاجه ببساطه شديده جدا التضخم، ويمكن التضخم ده اللي هو الزياده المستمره في اسعار السلع والخدمات، وده اللي البنك المركزي بيقيس عليه كل حاجه. والبنك المركزي هنا هدفه ان هو يقلل التضخم. طيب التضخم كان معدي 38%، دلوقتي وصل ل 13.9%، فده مستوى امن للبنك المركزي ان هو يقدر ايه لما لقى التضخم نزل يقدر يكمل ان هو ينزل سعر الفايده. الحاجه الثانيه والمهمه هدوء في التوترات التجاريه العالميه. يعني زي ما احنا كنا شايفين، يمكن البنك المركزي في الاجتماع اللي فات انا كنت شايف ان هو خد مجازفه ان هو قلل سعر الفايده بالرقم الكبير ده. ليه؟ لان لو تفتكروا كان ساعتها موضوع بقى ترامب، وان هو فرض تعريفات جمركيه والكلام ده كله، فكان الموضوع ايه مخيف. يعني انت كل بلد انت مش عارف الصين رايحه فين، والصين تفرض جمارك، الموضوع كان في ضبابيه شديده. دلوقتي لا خلاص مفيش اي ضبابيه، ترامب تراجع، في اتفاقات موجوده، الكلام ده كله. يمكن ثالث حاجه معانا هو النمو الاقتصادي. هنلاقي النمو الاقتصادي زاد ووصل 5% في الربع الاول من 2025، وبعد ما كان ايه 4.3 على 100% في 2024 او الربع الاخير في 2024، وكان اقل من كده بكتير، كان 3. فنلاقي ان هو النمو الاقتصادي كويس دلوقتي. باختصار شديد ان البنك المركزي لقى ان الدنيا حلوه والدنيا ايه، يعني يقدر يدوس اكتر ان هو ينزل في سعر الفايده، عشان كده نزل سعر الفايده. ومش معنى الكلام دوت الاجتماع جاي ينزل سعر الفايده تاني، لا هو بيشوف يعني الظروف والبيانات اجتماع باجتماع. نيجي للجزء الثاني بقى من حلقتنا، وهو ايه تاثير بقى القرار دوت على ايه بقى كذا عامل. اول عامل مثلا معانا الاسعار الموجوده دلوقتي. هل الاسعار الموجوده دلوقتي هتقل؟ بص يا سيدي ببساطه شديده جدا، مش معنى ان هو نزل سعر الفايده ان الاسعار تقل، لا هي الاسعار ممكن ان هي تقلل زيادتها. يعني بدل ما كانت بتزيد برقم كبير الزياده، لا ممكن تقف او ممكن تزيد بنسبه صغيره. بس ان هو هل هتحس ان في تغير في الاسعار كبير؟ لا، بالذات لو الحكومه مكمله في سياسه ضبط الماليه العامه. يعني ايه ضبط الماليه العامه؟ يعني بالبلدي كده ان هم يزودوا البنزين والكهرباء والكلام ده كله. لو الحكومه مشيت في نفس السياسه ديت، وهم حاجه معلنه، يعني دي حاجه ايه مش سر، هم لو فعلا زودوا البنزين تاني الاسعار لازم هتغلى. انا مثلا حاجه بسيطه جدا، ازازه الميه كنت بجيبها قبل زياده البنزين بكام او زياده السولار بكام، وبقيت بجيبها بكام، ففي زياده طبعا. طيب هل ممكن ياثر على سعر الدولار؟ هقول لك بص، هو في هنا عاملين.
الطبيعي ان النهارده البنك المركزي مصر لما يقلل سعر الفايده معناها ايه؟ معناها ان هو يقلل الفايده على اذون الخزانه، ولما يقلل الفايده على اذون الخزانه فهنا الاستثمارات اللي هي في اذون الخزانه تقل، او اللي هي الاموال الساخنه تقل، فممكن يعمل ضغط ايه على الدولار. بس وكاله رويترز العالميه علقت على الموضوع ده وقالت لك ايه؟ قالت لك ان لسه العائد في مصر بعد الخفض ما زال الاعلى عالميا. طيب قبل ما نيجي للشهادات هنيجي نشوف تاثيره على البورصه ايه. يمكن هنلاقي ان ايه، ان كل ما البنك المركزي ينزل سعر الفايده كل ما ده يبقى حلو بالنسبه للبورصه المصريه. ليه؟ لان النهارده ايه، الناس هتلاقي ان الفايده على الشهادات ما بقتش مجزيه، فيروح بقى لصناديق استثمار، يروح لايه، للبورصه ان هو يشتري اسهم بنفسه. فهي كلها برده بطرق ايه، يعني هو حتى لو حط فلوسه في صناديق استثمار ما دي هتشتري من اسهم، لو هو مثلا اشترى اسهم دايركت او مباشر برضو دي في الاخر سيوله داخله للبورصه المصريه. وانا يمكن الفتره الاخيره هنلاقي مناخ الاستثمار اتحسن شويه، يعني هنلاقي مثلا ان في احصائيه بتقول ان في 61 مليون دولار دخلوا في الشركات الناشئه خلال اول ربع من 2025، وده رقم ما كانش بيحصل مثلا السنه اللي فاتت. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا، تاثير القرار ده على الشهادات. في شهادات نزلت من النهارده، يعني من اول ما قرار البنك المركزي طلع هتلاقي في شهادات نزلت. ايه الشهادات اللي نزلت؟ الشهادات اللي نزلت اللي هي الشهاده البلاتينيه بتاعت البنك الاهلي او بنك مصر، اللي هي ذات العائد المتغير. يعني ايه؟ الشهاده دي اصلا ماشيه مع كوريدور البنك المركزي، كل ما البنك المركزي مثلا ينزل سعر الفايده تلاقي الشهاده دي قلت لوحدها، كل ما يعلي كل ما الشهاده دي تعلى. فكده كده ايه، الشهاده دي قلت دلوقتي. هنلاقي ان برده بعد ان شاء الله على يوم الاحد هتلاقي ايه، في اجتماعات للجنه الاليكو، فممكن يقرروا ان هم الفوائد على الشهادات الموجوده دلوقتي دي تقل تاني، ممكن تقل نص في المية 1% على حسب. كده كده هيقللوا ايه، الفايده على حسابات التوفير. ويمكن انا كنت عملت فيديو عن اذون الخزانه الاسبوع اللي فات، وناس كتير جدا سالتني طب ايه الفرق ما بين اذون الخزانه وحسابات التوفير ونعمل انهي، يعني اجلت الفيديو دوت، قلت ايه لما يخلص قرار البنك المركزي واعرف ان ايه، ان الفوائد هتبقى كام على حسابات التوفير بعد قرار لجنه الاليكو في كل بنك، عشان خاطر اقدر بقى اقارن اقول لك تعملها يعني تبقى احسن في اذون الخزانه الفتره دي ولا في حساب التوفير. لكن لو انت عامل شهاده والشهاده دي ثابته اللي هي ذات العائد الثابت، كده كده مهما البنك المركزي ينزل انت كده كده مربوط او مرتبط بفايده معينه لمده الثلاث سنين، او لحد مثلا فاضل لك سنتين على الشهاده لحد ما الوقت ايه، لحد ما الوقت يخلص. نيجي بقى نشوف تاثير القرار ده على اذون الخزانه وايه ووزاره الماليه. هنلاقي ان ايه، طبعا اذون الخزانه هتقل، وده شفناه يمكن في الطروحات اللي فاتت ان المستثمرين بيطلبوا عوائد من 26 ل 30%، والبنك المركزي بيصر ان هو كان بيدي عوائد 24% وفيما اقل، وده ايه، ده طبعا ايه قبل الضرايب. بس في الاخر البنك المركزي كان بياخد ارقام قليله قوي، لانه عارف ان هو هينزل سعر الفايده، وان هو ايه كده كده مش هينفع يدي عوائد كبيره للمؤسسات. فهنلاقي طبعا اذون الخزانه هتقل كمان عن المعدات الموجوده دلوقتي، ودي بتبقى حاجه كويسه بالنسبه لايه، لوزاره الماليه. هتقول لي ليه؟ كل 1% بينزلها البنك المركزي المصري بتقلل 80 مليار جنيه خدمه دين او فوائد الدين. انت تخيل في فوائد دين انت بتوفرها كل ما ايه البنك المركزي ينزل سعر الفايده، ودي بتبقى كام، من 70 ل 80 مليار جنيه بالواحد في المية، ودي بتعادل مثلا ايه من 2 ل 2.4 مليار دولار، وده طبعا كانك بتتكلم مثلا في شريحتين مثلا من صندوق النقد. يعني هنلاقي ان ال 3.4% دول اللي هم نزلوا البنك المركزي خلال الايه الست اسابيع اللي فاتوا، او خلال اللي هو 4 و5 اللي هم يعتبر الشهرين اللي فاتوا، هنلاقيهم يعني يعتبر ايه 260 مليار جنيه دول، يعني توفير من فوائد الدين اللي كان بيدفعها وزاره الماليه. وكاله بلومبرج قالت حاجه غريبه جدا، قالت لك ان البنك المركزي المصري خفض الفايده للمره الثانيه على التوالي قبل صيف الاصلاحات. قعدت اسمع ايه صيف الاصلاحات دي، نشوف التقرير. قال لك ان هو اتفاقهم مع صندوق النقد الدولي ان في خلال الصيف دوت في مفروض اصلاحات تتم، سواء مثلا ايه، يعني اصلاحات ممكن بقى ايه زياده سعر السولار والبنزين تاني، وده كان حاجه معلنها دوله رئيس الوزراء من الاول. بنوك مثلا ممكن تتباع، او في مثلا حاجات ممكن شركات عامه ممكن تطرح في البورصه. دي ايه صيف الاصلاحات اللي هو متفق عليها وزاره الماليه مع صندوق النقد الدولي. ده كده كان كل التفاصيل عن ايه تاثير قرار البنك المركزي المصري على كل حاجه بقى، البورصه، الشهادات، اذون الخزانه، كل حاجه. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت. لو انت عندك اي استفسار او اي سؤال انا هتلاقيني بجاوب على اسئله على طول، ممكن يوم او يومين بالكتير قوي لو انا اتاخرت يعني ان شاء الله. بس انا طبعا بتابع اجاباتكم في التعليقات، بتابع اسئلتكم وبجاوبكم عليها. يعني يا ريت اتشرف ان انت تسالني تقول لي انت عايز فيديو مثلا عن حاجه معينه خلال الفتره اللي جايه، يعني كل ده انا بتابعه وبنفذه بالحرف. ما تنساش اللايك والشير مع اصحابك، وشكرا لمتابعتكم، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.